السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم في لقاء مجدد في غرفتنا لحوار النصارى الحيارى عباد ليسوع، الإنسان الذي يأكل ويشرب ويذهب إلى المرحاض. إن شاء الله اليوم في هذا التسجيل إن شاء الله غنطرقوا الموضوع آخر في لكي يصب في نفس المجال، ألا وهو نقد شبهات النصارى أو كلام النصارى أو أدلة النصارى اللي هي أصلا ماشي أدلة، ولكن كيحسبهم النصارى أنها أدلة في ألوهية المسيح. طيب، غنتكلموا إن شاء الله اليوم على موضوع ابن الله. موضوع ابن الله، النصارى تقول لك أن المسيح هو الابن الوحيد لله. فلازم أننا نعرفوا ما معنى كلمة ابن الله أولا باش نفهموا شنو هو المعنى ديال المقصود بكلمة ابن الله في الكتاب المقدس. يعني في الكتاب المقدس عندهم، أما هو نحن نؤمن بالكتب التي أنزلت على سيدنا، الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى، والكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى، والكتب التي أنزلت على الأنبياء، ولكن هذه الكتب كلها عرضت للتحريف. لذلك أنزل الله القرآن وتعهد بحفظه كما بينا في تسجيلات سابقة. من كلمة ابن الله حسب المضمون ديالها في الكتاب كنلقاو أن المسيح ماشي كيف كيدعيو النصارى أنه الابن الوحيد لله، ولكن أبناء كثر لله، أبناء كثر لله. فما معنى كلمة ابن الله؟ معنى كلمة ابن الله هو أن أي واحد يتبع شريعة الله، أي واحد يتبع كلام الله، أي واحد يتبع التعاليم اللي أنزلها الله، فهو مباشرة يدعى ابن الله، يدعى ابن الله. فهي مثلا بحال غنقول لكم بالدارجة أن غنقول لك ولد فاس، ولا ولد الرباط، ولا ولد مكناس، ولا ولد تازة، ولا ولد أحفير، ولا ولد الصحراء مثلا. الوغ واش هو ولد الصحراء ولا ولد هو الرباط؟ واش الرباط ولداتو؟ لا، ولكن هو فقط نسبة. علاش؟ لأنه عايش في ديك المنطقة أو كيحترم القوانين ديال ديك المنطقة. الوغ كلمة ابن الله تطلق على كل من يتبع، على كل واحد كيتبع الكلام ديال الله سبحانه وتعالى فهو ابن الله. هذا الشيء كان في العهود القديمة، في العهد ديال اليهود، في عهد سيدنا موسى، وفي العهد ديال سيدنا عيسى. أما الإسلام ليس معناش الأسامي هادو ديال ابن الله ولا الآب ولا هاد المسائل كاملة ما كايناش. إن شاء الله نشرحوا هاد المسائل علاش ما كاينينش في تسجيلات أخرى. كيف قلنا أن كلمة ابن الله أن أي واحد كيتبع التعاليم ديال الله فهو يدعى ابن الله. فإذا كانوا المسيحيين تيعبدوا المسيح، تيعبدوا نبي الله المسيح، هم حيت هو ابن الله، واخا هو عمره ما قال أنا ابن الله، ولكن الناس كانت تلقبه بابن الله، باسم ابن الله. هو عمره ما قال أنا هو ابن الله، ولكن الناس كانت كتلقبوه علاش؟ لأنه كان إنسان صالح. ألوغ قلت لكم أي واحد كيتبع تعاليم الله فهو يدعى ابن الله. قلت لكم كذلك أن كاين أنبياء كثر وناس كثر سموا بهذه التسمية، ألا وهي تسمية ابن الله، تسمية ابن الله. مثلا نشوفوا في لوقا، اول ما تيبدا لوقا عندك في لوقا 3:38 شنو تيقول لك؟ تيقول لك كيعطي النسب، كان كيتكلم على النسب، فقال ابن انوش ابن شيت ابن ادم ابن الله. الو سيدنا ادم هو ابن الله، سيدنا ادم هو ابن الله. طيب نص اخر تيقول لك أن سيدنا إسرائيل هو ابن الله البكر، سيدنا إسرائيل هو ابن الله البكر. فين هادشي كاين في الخروج 4:22 تيقول لك إسرائيل ابن البكر. بمعنى ما معنى ابن البكر؟ بمعنى أول ولد لله سبحانه وتعالى. ألوغ شنو هذا؟ بمعنى واش الله ولده؟ لا ليس صحيح، ولكن هو أول الأنبياء بالنسبة للكتاب المقدس ابن البكر. وكاين أبناء واحد آخرين مذكورين باسم ابن البكر لقربهم وتعبدهم كي قلت لكم. طيب نزيدوا نشرحوا نشوفوا نصوص واحد آخرين. كاين في هوشع 1:10 كيقول لك النص لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمال البحر الذي لا يكاد ولا يعد، والذي لا يكل ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي، يقال لهم أبناء الله الحي. ألوغ إذن جميع أبناء إسرائيل، كل بنو إسرائيل، كل اليهود هم أبناء الله حسب الكتاب المقدس، حسب الكتاب اللي سيأمنوا به النصارى واليهود، هم أبناء الله. ألوغ المسيح ليس هو الابن الوحيد لله. كذلك في التثنية، في سفر التثنية 14:1 كيقول لك النص لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت أنتم أولاد للرب إلهكم.
أنتم أولاد للرب إلهكم. إذا شنو؟ إذا كيتابعوا كلام الله، لذلك أطلق كان هذا اللقب شائع عند اليهود، هذا اللقب ابن الله. أي واحد كيتابع كلام الله فهو كان يدعى ابن الله. باش في المزامير كذلك، في المزامير 82 6 كيقول لك انا قلت انكم الهه وابناء العلي كلكم، ابناء العلي، ابناء العلي بمعنى كلكم ولاد الله، بمعنى كل اللي كتتابع كلام الله فهم ابناء الله. نص من كلام المسيح، نص من كلام المسيح يبين ان اي واحد يتبع شريعه الله فهو يدعى ابن الله. نشوفوا النص فين؟ النص في متى 5:9 كيقول لك طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. الوغ ها عاوتاني اللي كيعمل السلام فهو ابن الله، يدعى ابن الله. الوغ كلمه ابن الله لا تعني انه اله، كلمه ابن الله ما كتعنيش انه اله، فهناك ابناء كثر. نشوفوا المعنى الحقيقي ديال ابن الله من يوحنا 8:41. شوفوا المسيح شنو قال لليهود في واحد الحوار، كيقول لهم انتم تعملون اعمال ابيكم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له، اليهود جاوبوه فقالوا له إننا لم نولد من زنا، احنا ما تولدش من زنا، لنا أب واحد وهو الله. لنا أب واحد، بحال احنا كنقول كلمة أب، احنا دابا كمسلمين كنعيطوا رب، لنا رب واحد وهو الله. في ديك العهد كانوا كيعيطوا أب، لنا أب واحد وهو الله. في النص اللي موراه مباشرة فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله، بمعنى الله اللي صفته، وأتيت لأني لم آتي من نفسي بل ذلك أرسلني، بمعنى الله هو اللي يرسله. النص اللي موراه في 43 كيقول لك لماذا لا تفهمون كلامي لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، أنتم من أب هو إبليس. فهل اليهود هم أبناء إبليس؟ لا، أنتم قال لهم أنتم من آب هو إبليس. واش اليهود هم أبناء إبليس؟ لا، ولكن حيت كيعملوا الشر، حيت كيقتلوا الأنبياء، الله تسموا أبناء إبليس. واش إبليس هو اللي ولدهم؟ لا، كذلك الله ماشي هو اللي ولد الناس. كان اللي كيتبع كلام الله فهو ابن الله، ولكن كيدير الشر فهو ابن إبليس. فهمنا؟ وشهوات أبيكم، أنتم أبناء إبليس، أنتم من آب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذلك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بذلك فإنما يتكلم مما له لأنه كذب أبوكم إلى آخره. بمعنى المسيح كيقول لهم أنتم أبناء إبليس، أنتم أبناء إبليس. ألو عرفنا أن اللي كيتبع كلام الله فهو ابن الله، اللي كيتبع كلام الشيطان فهو ابن الشيطان. وهذا ليس دليل على أن المسيح الله. إذا كان المسيح هو ابن الله فهذا ليس دليل على أنه الله، ولكن دليل على أنه يتبع كلام الله ولا غير، وهو رسول مرسل من الله، ليس بإله وليس بشيء غير ذلك، فهو نبي له معجزات لكي يبين لبني إسرائيل أنه مرسل من عند الله فقط لا غير. إذن كلمة ابن الله هي فقط تطلق على الناس اللي كيتبعوا كلام الله فقط، لا تعني أنها إله. وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذه الحلقة هذه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.